ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى فكرت اعمل معاكم صينيه وراك فراخ في الفرن طعمها تحفه. هتطلع معاكي مستويه وطعمها حلو جدا وشاربه من التتبيله، وكمان لونها تحفه زي ما انتم شايفين كده. حلوه جدا، وهتبطلي اي طريقه كنت عارفاها قبل كده في عمل الفراخ، وهتعتمدي الطريقه بتاعتي دي. تعالوا بقى نشوف الطريقه. جبت الوراك وغسلتها كويس جدا وصفت من الميه، وبعد كده عملت في كل ورك 3 فتحات بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، عشان لما احط لها التتبيله تشرب كويس من التتبيله. عندي بقى التتبيله بتاعتنا ايه؟ عندي عصره ليمونه كبيره، او ممكن لو ما عندكيش الليمون الكبير اعصري 3 ليمونات صغيرين، ومعلقه صغيره مليانه من بهارات الفراخ، ونص معلقه صغيره من السماق، ومعلقه كبيره ممسوحه من الملح، ومعلقه صغيره ممسوحه من الزعتر المطحون، وكمان عندي معلقه كبيره من الثوم الفريش المفروم، ولو مش متواجد عندك ممكن تحطي معلقه صغيره من الثوم البودر، وعندي كمان معلقتين من دبس الرمان، ولو مش متواجد عندك دبس الرمان البديل بتاعه تجيبي معلقتين كبار من العسل الاسمر، العسل الاسود يعني، وتعصري عليه نص ليمونه. وعندي معلقتين كبار من معجون الطماطم اللي هي الصلصه، ولو مش عندك معجون الطماطم اللي هي الصلصه دي ممكن تبشري 2 حبه طماطم حجمهم وسط على المبشره اليدويه. وعندي بصلايه صغيره انا بشرها على المبشره اليدويه، وكمان عندي كمان معلقتين من الزيت، وعندي كمان حاجه تاني هتعجبكم جدا. بس هنقلب الاول التتبيله بتاعتنا ديت. شايفين لونها تحفه، يعني الصراحه لونها حلو جدا. هنحط بقى ايه بعد ما قلبنا التتبيله؟ هنحط معلقتين كبار من الزيت الذره، وممكن تستبدليه بزيت الزيتون. هحط حاجة تاني بس ممكن انتوا ما تحبوهاش، هنحط النهاردة الهوت صوص. حلو جدا، بيخلي الفراخ يعني سبايسي سيكا كده. اللي حبه هيحطه، واللي مش حبه ممكن يستغنى عنه عادي. بس الصراحة انا قلت ايه احطه، هو ده الايه هوت صوص، هحط منه معلقة كبيرة. اللي حبه يحطه، واللي مش حبه يعني بلاش يحطه خالص. بس الصراحة بتدي الفراخ طعم سبايسي سيكا كده، يعني مش سبايسي قوي. لو مش متواجد عندك الهوت صوص ده ممكن تحطي معلقه صغيره من هريسه الشطه، لو انت حابه الفراخ فيها يعني سنه شطه كده. تعالوا بقى نجيب الوراك بتاعتنا ونتبلها كويس. تتبليها بقى من ايه، من جميع الجهات، وتتبليها بين اللحم والجلد، وكمان تدخلي التتبيله في الفتحات دي. وعشان تاخدي فراخ طعمها حلو ومتحيقه كويس من التتبيله، تسيبيها اقل حاجه ساعه في التتبيله دي. يعني الصراحة أنا ساعات ببيتها ليلة كاملة، وساعات بسيبها ساعة في في التتبيلة ديت لو مستعجلة عليها. فالنهاردة بقى مستعجلة عليها، فهسيبها بس ساعة في التتبيلة دي. بعد ما بتتبلي الفراخ بتاعتك كلها بتغطيها وتسيبيها في التلاجة لمدة ساعة. أنا هنا استخدمت الوراك، انت ممكن تجيبي الفراخ الكاملة وتقطعيها، يعني اللي انت بتحبيه، تستخدمي الوراك تستخدمي الفراخ الكاملة وتقطعيها حسب ما انت عايزة. ما بتاخدش وقت خالص في الجو الحر ده. يعني الصراحة الطريقة سهلة خالص، هتعجبكم جدا ان شاء الله، وهتعتمديها على طول، لان الفراخ هتطلع معاكي شاربة من التتبيلة، وطعمها حلو جدا، وكمان اللون بتاعها تحفة. كده انا خلصت خالص التتبيلة، تبلتها يعني. هنبتدي بقى نغطيها ونسيبها في التلاجة لمدة ساعة. كل الوراك تبلتها من فوق ومن تحت، وكمان دخلت التتبيلة بين الجلد ولحم الفراخ، ودخلت كمان في الفتحات اللي احنا عملناها بالسكينة. تعالوا بقى نغطيها وندخلها التلاجة لمدة ساعة. خليناها ساعة بالظبط زي ما انتوا شايفين، وطلعناها من التلاجة. نجيب بقى اي صينية عندك، اي صينية عندك مش هتفرق، صينية بايركس، صينية تيفال، صينية ألمونيا، اللي موجود عندك. وتبتدي بقى ترصي الوراك بتاعتك. بس وانتي بترصي الوراك لازم الجلد دوت يكون مغطي لحم الورك كله، عشان اللحم بتاع الفراخ ما ينشفش معاكي. وتبتدي بقى ترصيها حسب الكمية اللي موجودة عندك. بعد ما بترصيها كده هندهنها بحاجة هتخلي وش الوراك بتاعتك، يعني وشها طعمه حلو، وكمان واخدة لون حلو جدا. بتاخد قد ايه في فرن البوتاجاز؟ بتاخد ساعة على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200، واخر 5 دقايق بتولعي لها الشواية من فوق عشان تاخد اللون اللي انت بتحبيه. هي ساعة وبتكون جاهزة معاكي. حلوة جدا في العزومات، حلوة جدا ان انت لو مستعجلة وعاوزة تعملي حاجة يعني سريعة، حلوة جدا. ما بتاخدش ساعة في التتبيلة، وكمان لو عاوزة طعم احلى واحلى ممكن تبقيتيها من بالليل في التتبيلة.
كده انا رصيت الوراك زي ما انتم شايفين. هنرص قصدي هنحط باقي التتبيله بتاعتنا في قاع الصينيه زي كده. اوعي ترمي التتبيله، يعني باقي التتبيله ده ما ترموش، هتحطيه في قاع الصينيه زي ما انت شايفه كده. طب عشان الفراخ تاخد لون حلو هنجيب معلقه من معجون الطماطم، وهحط عليها معلقه صغيره من الزعتر المطحون، وهحط عليها معلقه صغيره من زيت من زيت الذره، ونبتدي بقى نقلبها كويس. لو عندك كمان دبس رمان ممكن تحطي معلقه صغيره من الدبس الرمان في الخلطه دي، ولو مش عندك دبس رمان ممكن تحطي معلقه صغيره من العسل الاسود. بتخلي لون الفراخ تحفه. هنقلبها كويس، وبعد ما بنقلبها كويس كده بنروح جايبين الفرشة وندهن الوراك بتاعتنا. لازم تقلبيها كويس عشان الزيت والزعتر يتجانس كويس جدا مع المعجون الطماطم. نبتدي بقى نجيب الفرشة بتاعتنا وندهنها كويس زي ما انتوا شايفين كده. طريقة جديدة طعمها حلو جدا. لحم الفراخ هتلاقيه وانت بتاكليه كده متبل كويس من التتبيلة. لو انت مش مستعجلة عليها بتخليها ساعة في التتبيلة، وكمان لو بيتيها من بالليل في التلاجة هتاخدي طعم أحلى وأحلى لو انت مش مستعجلة عليها. بس أنا الصراحة عشان مستعجلة عليها خدت ساعة بس في التلاجة. لما تيجي بقى تحطي التتبيلة لازم تدهني الورك كله من جميع الجهات عشان ياخد معاكي لون كده الدهب اللي انت شفتيه في أول الفيديو. انا عامله طرق كتير للفراخ في القناه، يعني يا ريت تدخلوا القناه وتشوفوا الطرق اللي انا عاملاها في الفراخ، حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله. ولو اول مره تشوف القناه بتاعتي وعجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير مع اصحابك، وتخشي وتشتركي في القناه وتدوسي على زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا منزله. بعد ما بندهنها كده وخلصنا خلاص، يعني دهنا الوراك زي ما انتوا شايفين بالخلطة اللي احنا عملناها، هنبتدي بقى ندخلها فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200 على الرف في النص، ونولع لها من تحت، واخر 5 دقايق بتولعي لها الشواية من فوق. خدت لون القمر زي ما انتوا شايفين، ريحتها حلوة جدا. صدقوني صدقوني لونها حلو جدا وطعمها حلو جدا، والفراخ طالعة مستوية، وكمان يعني طعمها حلو جدا لانها شاربة كويس جدا من التتبيلة. تعالوا بقى نطلع ورك ونشوفه مستوي ولا لأ. يعني عشان تتأكدوا ان الحاجة مستوية فانا هكسر معاكم الورك. شايفين قدامكم اهو الورك مستوي، اللحم دايب دوب زي ما انتوا شايفين. يعني الصراحة حاجة كده من الاخر. يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وبألف هنا مقدما. وكانت معاكم ليلى من قناة مطبخ بألف هنا مع ليلى. شايفين اللحم كمان بتاع الورك يعني طالع مستوي وحلو جدا. يلا جربوها وبألف هنا مقدما، وباي.